السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشيني جدا. طبعا بناء على رغبة الجماهير عندي هنا طلبوا مني كيكة في نص الليل علشان عايزين ياكلوا كيكة دلوقتي اهو. فطبعا ولاد حبايبي يعني ما ينفعش اقول لهم لا علشان هتبقى فيه معركة. فيلا بينا نعمل كيكة سهلة وسريعة كده بالليل، هتقضي الغرض وبإذن الله ان شاء الله هتطلع حلوة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنبتدي بالمقادير، المقادير سهلة جدا وفي كل بيت ان شاء الله بإذن الله هتلاقيها. دول كوبايتين ونص دقيق عليهم رشة الملح الصغيرة دي. دول كوباية الا ربع زيت، كوباية لبن، كوباية ونص سكر، وبيضتين، وكيس بيكنج باودر. السر هنا بقى في الريحة اللي هتقلب البيت كله بالكيكة بتاعتك ان شاء الله. كله في الفنجان ده. هتقولي لي ايه اللي في الفنجان ده؟ هقولك. انا كل سنة اما بيجي موسم البرتقال بجيب البرتقان اللي هو حلو كده، اللي له قشرة تخينة، بقشرها ب قشرة بطاطس. بحاول أشيل منها البرتقاني بس وببعد عن الأبيض، وبجففه في التلاجة طبعا مش في الشمس. هتقولي بتجففيه في التلاجة ازاي؟ هقولك عادي جدا. برصه على صينية وبحطه في الرف الأولاني، يوم في التاني في التالت بتلاقيه نشف، وبتطحنيه في الكبة وبتعينيه عندك في بطرمان برضو في التلاجة، وبتعمليه بالكيكات بيبقى جميل وبيغنيكي عن الفانيليا وبيخلي ريحة الكيكة بتاعتك جبارة. يلا بينا نعمل الكيكة سوا. هنجيب درق الخلاط بتاعنا الجميل كده ونشوف احنا هنحط فيه ايه. اهم حاجة واول حاجة طبعا البيض. هتقولي بيضتين بس؟ اقولك اه عادي، ممكن تحطي بيضة كمان عادي زي ما انت عايزة، او زي ايه اللي عندك طبعا. ده السر بتاعنا طبعا، بنحط منه شوية حلوين كده، بيدي ريحة جبارة يا جماعة، مش عايزة اقول لكم يعني فظيع. كوباية ونص سكر. طبعا طلبات نص الليل دي ما بتخلص وبتيجي فجأة كده، ما نقدرش نقول عليها لا. دول في النهاية اطفال، هنعمل لهم ايه يعني. بنحط اللبن، وبنحط الزيت، وهنضرب ده كله وهرجع لكم تاني. طبعا الدقيق احنا بنحط عليه البيكنج باودر. طبعا في تركاية نسيت اقولك عليها، او اول ما بتبتدي تشتغلي في الكيكة بتفتحي الفرن على درجة حرارة متوسطة. لو عندك درجات حرارة في الفرن بتاعك اعمليه على 180. لو عندك غاز ولا نار شديدة خليها على 160 عشان تستوي براحتها وما تتحرقش منك من بره وتبقى من جوه ناية. دي برضه حاجة لازم تاخدي بالك منها. لو ما عندكيش تعملي الدرجة المتوسطة عادي جدا، بتطلع حلوة وجميلة. بتقعد قد ايه في الفرن؟ هي بتقعد عندي نص ساعة. انت بعد تلت ساعة بالظبط بتبتدي تبص عليها، علشان لو اخدت وقت اكتر واخدت وقت اقل ما تفتحيش عليها قبل كده خالص، لان ممكن تهبط منك وما تنفش وتطلع وحشة جدا، ويضيع كل تعبك ده في الارض. طبعا بنبتدي نقلب. طبعا اللون الحلو ده انا عايزه اقول لكم اللون الجميل ده بيبقى من قشر البرتقال اللي احنا حطيناه. الريحه طبعا اول ما بتبتدي فيها بتبان كانك عاملاها بعصير برتقال مش بقشر برتقال. طب انا دلوقتي مثلا ما عنديش لبن، عادي جدا بحط معلقتين لبن بودرة على كوباية مية او 3/4 كوباية مية. مش هنوقف مثلا. ما عنديش لبن وما عنديش لبن بودرة، عندي شوية عصير، عندي برتقانة، هتصرف اكيد يعني الستات الشاطرة، واحنا كلنا بنعرف نتصرف طبعا، وكل متابعيني شطار وبيعرفوا يتصرفوا في المواقف اللي زي دي. عندنا في ناس بتحب تعملها بالفانتا البرتقان. يعني كله يعني اكيد بتعرفوا تتصرفوا في المواقف اللي زي دي. كل واحدة وتركاتها وحركاتها برضو زي كل فيديو انا بقول. الاكل، الحلويات، اي حاجة بتحط فيها ايدك بيبقى ليكي نفسك الخاص فيها. شايفين قوام الكيكة؟ مش سايب قوي ومش ماسك قوي، حلو كده، جميل كده. احنا كده هنقلبها كويس، هندهن
الصينية بتاعتنا سمنة ودقيق، وهرجع لكم تاني وانا بحطها في الصينية. طبعا انا هقول لكم على سر لمعان المواعين ده الفيديو الجاي، انتظروني، لان ده سر من اسرار اكلة وفضفضة، واتسألت عليه وحبيت اجاوب، بس الإجابة هتبقى كاملة في الفيديو الجاي. تابعوني علشان تعرفوا ايه السر ورا لمعان المواعين. هنا بعد ما عملنا الصينية، حطينا دهناها سمنة الأول، وبعدين بدرناها بالدقيق، شوية دقيق صغيرين فضلوا هنحطهم على الكيكة عادي جدا كده، ونحطها. هجيب سباتشولا عشان انزل كل ده. نزلنا كده كل حاجة يعني انا عايزة اشكر اللي اخترع السباتشولا ده. كان بنهدر كيك كتير وحاجات كتير قوي كانت بتتهدر، دلوقتي طبعا لأ. طبعا هخبطها خبطة حلوة محترمة كده، عشان لو فيها اي هوا ولا اي حاجة. طبعا انا عندي هنا احزاب، في ما بيحبش الكيكة البيضة وبيحبوا الشوكولاتة، فانا هعمل هراضي الاطراف كلها، وهنحط على نصها كده شوية شوكولاتة علشان محدش يزعل. حطينا النص ده عليه شوكليت شيبس عشان برضو نرضي جميع الأطراف، وخبطناها خبط حلو عشان الفقاقيع دي كلها نخرج الهواء اللي فيها. وهندخلها الفرن اللي طبعا احنا مسخنينه من قبل ده، وهنبشر عليها ونشوف الشكل ان شاء الله في الاخر تطلع حلوة. يلا بينا. طبعا دي كيكة بعد 20 دقيقة، باين عليها قوي ان هي لسه مستوتش. هنرجع لها تاني بعد 10 دقايق تكون استوت ان شاء الله. وزي ما قلت لكم 20 دقيقة بالظبط، ما تفتحوش عليها الفرن. طبعا ده شكل الكيكة بتاعتنا الحلوة أول ما خلصت. طبعا مش هخرجها من الفرن على طول لأن الجو لسه ساقع، هسيبها في الفرن تهدى شوية. أنا حطيت فيها الخلة وطلعت نضيفة، اتأكدت إنها كويسة. دلوقتي هسيبها في الفرن الدافي شوية قبل ما أخرجها ونقطعها سوا. حبيت أوريكم برضو الصينية اللي طلعنا منها الكيكة أهي، نضيفه زي الفل ومفيش فيها اي حاجة. طبعا هي هتتغسل، بس انا حبيت اوريكم لما بنحط السمنة والدقيق وبنبدرها كويس ما بتلزقش ولا يعني بيبقى بواقي الكيكة في القعر ولا فيها اي حاجة اهي. ودي نصيحة وتركاية برضو، لو عجبتك متنسيش تقولي في الكومنتات. طبعا دي الكيكة بتاعتنا الجميلة بعد ما خرجناها من الفرن وقطعناها. انا قطعتها بس ما عملتش اي حاجة تانية. شايفين الكيكة طلع حلوة ازاي، وقطع قشر البرتقال عاطية فيها لون جميل. مش عايزة اقول لكم الريحة. طبعا انا سبتها لحد ما الفرن برد خالص، وده شكلها. ويا رب تعجبكم وتجربوا الطريقة. وبإذن الله ان شاء الله يعني تنجح معاكم زي ما هي نجحت. طبعا شايفين هي فلافي وجميلة ازاي. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، وهي مش افتكاسة ولا حاجة المرة دي، طريقة عادية جدا بس بتبقى حلوة والأطفال بيحبوها قوي. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. كان معاكم وصفة جديدة من أكلة فضفضة.